السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي وأصحابي رجالة الأهلي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة وزي كل يوم معانا حبة أخبار، يلا بينا نسمعها. وقبل ما نروح أحب أفكركم زي كل يوم باللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا بينا على أول خبر ومنطولش عليكم. فريقنا يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي غدا السبت في تمام الساعة 8 مساء. مصدر من الأهلي: بعد وصوله إلى القاهرة جلسة بين خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي الجديد ومحمود الخطيب رئيس الأهلي لإتمام التعاقد مع الفريق على أن يبدأ مهام عمله عقب مواجهة البنك الأهلي في الدوري. رسميا لجنة التظلمات تصدر قرارها باعتبار الأهلي خاسر من الزمالك دون خصم أي نقاط زيادة مع عدم جواز الاستئناف على القرار. ردا على قرار لجنة التظلمات، الزمالك يتقدم بشكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية بشأن قرار لجنة التظلمات لمباراة القمة. بيراميدز يقرر التقدم بشكوى للفيفا هو الآخر ويهدد بالانسحاب من بطولة الدوري العام. وسام أبو علي تعرض للإصابة على مستوى الكاحل وسيخضع لإشعة تحديد موقفه أمام البنك الأهلي. لجنة التحكيم في الكاف قررت تجميد الحكم التشادي محمد الحاجي اللي دفع محمد هاني في مباراة الهلال السوداني لنهاية الموسم، حيث لم يتم إسناد أي مباراة له حتى نهاية الموسم. أنت الفرنسي يقرر فرض غرامة مالية كبيرة على مصطفى محمد سبب رفضه المشاركة في جولة دعم للمثلية للعام الثالث على التوالي. منتخب مصر تحت 20 عاما يودع بطولة أفريقيا بعد الخسارة من المغرب. صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. الأهلي سيشارك في بطولة السوبر جلوب لكرة اليد كمستضيف للبطولة وليس بطل أفريقيا، وبذلك يشارك الترجي التونسي بدلا من الزمالك في البطولة. أحسن. اتحاد الكرة وجه دعوة رسمية لأندية الدوري لعقد اجتماع يوم 20 مايو لمناقشة تعديل شكل الدوري دون توجيه الدعوة لرابطة الأندية. ردا على ذلك رابطة الأندية ردت بدعوة الأندية لاجتماع يوم 18 مايو لنفس الهدف وهو لتعديل شكل الدوري. قرر في بيان عاجل إحالة قرار لجنة التظلمات إلى الشؤون القانونية بالنادي لدراسة حيثياته على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يرى للحفاظ على حقوق الأهلي. بعد قرار لجنة التظلمات قد يتوج الأهلي رسميا بالدوري المصري الجولة القادمة يوم السبت في حالة الفوز على البنك وتعادل أو هزيمة بيراميدز أمام بتروجيت. محمود الخطيب يتمسك حتى الآن باستمرار الثنائي عماد النحاس ومحمد شوقي ضمن الجهاز الفني الجديد للأهلي. ومن أخبارنا الطريفة النهاردة: بيراميدز يقرر التقدم بشكوى للفيفا ويهدد بالانسحاب من بطولة الدوري وسحب الاستثمارات. الفيفا لو لمحكم هيمرجعكم انتوا استثماراتكم. رسميا الزمالك يسدد مستحقات خالد بوطيب التي تبلغ 990 ألف يورو لتغلق القضية بشكل نهائي. ادعو البيراميدز بعد التفويت. بعد قرار لجنة التظلمات نيرة الأصفر عبر قناة البليلة: انسحب يا لبيب من الدوري و70 مليون في ظهرك. كلهم في ظهره، مش كتير عليه. وبكده احبابي واصحابي رجاله الاهلي في كل مكان نكون وصلنا لاخر خبر معانا النهارده. يا رب يكون كل اخبارنا عجبتكم. احب افكركم كالعاده باللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم بكره مع اخبار جديده. على الف خير. سلام.